وسهلا بكم. تعالوا في البداية نصلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونبدأ الكلام. عزيزي المشاهد الجميل، كل سنة وانتم طيبين. سعدت بصحبتكم جدا طول الشهر. النهاردة الحلقة رقم 30 واللي هقدم فيها في فقرة القطايف أهم ميزة عند سعد المجرد. أنا كنت مأجلها للآخر، القبول من الله. ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب عبد بيضع له القبول في الأرض، اللي هو بنسميها بقى احنا كده في الوسط بتاعنا الكاريزما. الكاريزما هي القبول، وده يا جماعة منحة ربانية ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لمن يحبهم، وصاحب هذه المنحة ليس له أي يد فيها. يعني سعد لا طور القبول بتاعه ولا بيحسن القبول من عند الله. ربنا سبحانه وتعالى اللي يخليك تشوف سعد تحبه. تعالوا بقى نشوف من ضمن الحاجات اللي تخليني أحب سعد تمسكه بالثقافة المغربية وإظهار الموروث المغربي والموروث الأمازيغي بصفة عامة في معظم كليباته. تعالوا نشوف اللقطات دي من أغنية أنت حياتي. عزيزي المشاهد الجميل، وصلنا دلوقتي للفزورة بتاعتنا النهاردة. الفزورة عبارة عن مقطع صغير من أغنية لسعد المجرد، وهنغير كلمة ونحط كلمة من عندنا. واللي هيغني لنا فزورة النهاردة نهال خالد. نظرة بالإشارة تعرف نبض الحرارة، نظرة بالإشارة تعرف نبض الحرارة. انت في الحب عبارة تخلينا كل سهارة، انت عبارة تخلينا كل سهارة. واللي خلاك ما يفهم يجيله يوم ويندم، اللي خلاك ما يفهم يجيله يوم ويندم. وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، لا تسمع اللي يخدعك انت معلم. عزيزي المشاهد، بجد انا فرحان بيكم جدا ولمشاهداتكم الطيبه وتفاعلكم ومشاركتكم في الحل، وان شاء الله هنعمل رصد لجميع اجاباتكم ونعمل احصاء ونطلع بالفائز باذن الله. ولو ان كلنا فايزين، كلنا فزنا في تقديم رساله حب لنجمنا سعد المجرد. حابين نقول لسعد ان احنا بنحبك وان انت معانا طول شهر رمضان. اتمنى ان انا اكون اسعدتكم بصوت سعد وبمعلومات عن سعد، وكمان كانت فرصه حلوه ان قدمت لكم اصوات جديده. فرصة جميلة ليهم انهم اول ظهورهم لحضراتكم يظهروا باغاني سعد المجرد. في النهاية بقول لكم انا فرحان بكم جدا، بحبكم جدا، بشكركم على دعمكم ليا ووقفتكم معايا، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وسعادة ويسعدنا في رمضان.